الكلاسيكو يعني كيكون دائما واحد المقابله كبيره، دائما كتميز بالنديه وبالقتاليه. فالمقابله يعني غتكون مقابله شيقه، مقابله كبيره كتجمع فريقين اللي الكبار في المغرب. كنتمنى باش نعطي واحد الصوره طيبه على المستوى ديال الكره الوطنيه اللي تعكس مؤخرا. ان شاء الله احنا يعني جاهزين بما فيه الكفايه لهاد المقابله، لاعبين على اتم الاستعداد ان شاء الله باش يكرسوا هاد الانطلاقه اللي بدات بالمقابله ديال وادن، باش هاد دوزيام تور ان شاء الله ناخذوه يعني بواحد المستوى كبير اللي يرجع الفريق للمكانه الاصليه ديالو ان شاء الله. يعني المقابله غتلعب على جزئيات بسيطه، اللي غيكون يعني اقل اللي غيقوم باقل اخطاء ويمكن ولد ديال المقابله. ففريق الرجاء كيبقى فريق كبير، عنده يعني لاعبين كبار، عنده ايجابيات ديالو، بالمقابل عنده سلبيات ديالو اللي احنا غنحاولوا نستغلوهم، خصوصا على مستوى حراسه المرمى بعد يعني الخطأين الفادحين لا مع المنتخب الوطني ولا الاسبوع الماضي مع الوداد. نتمنى ان تكون اخطاء في المقابله ديالنا باش نستغلوها ان شاء الله. ضيعنا ضربه جزاء، ولكن هذا الشيء ماشي اثر علينا، بالعكس الشيء الاهداف كيفاش سجلوا اخطاء باش سجلوا هدف. الحمد لله حنايا بقينا مركزين كيفاش فريق الخصم سيرتو في دوزيام ميطا. انا كيبان لي كنلعب ب 10 لاعبين، ما استغليناش الفرص. وكنظن على ان ما نقولش اخطاء تحكيميه، ما ندخلش في هاد النتاهات حيت ماشي من السمعه ديالي انني نتكلم على الحكم، ولكن ما كناش منصفين. كاين اللي عنده الهدف ديالو هو انه يربح الفريق الجيش الملكي باش يدي الشامبيونه، ولكن حنا الاولى مازال ان شاء الله نكملوا، مازال المقابلات، مازال عندنا المباريات في الديار ديالنا باش نكملوا. حنا فزنا بكاس العرش، هذاك هو الاهم، هو انك تفوز في الاوقات الصعبه باش تبين على ان شخصيه البطل. الحمد لله غنكملوا حنايا، ما تهمناش هذه النتيجه، بالعكس حنا بحال غادي نفيقوا. فزنا في مقابلات صحاح من هذه المقابله هذه، نتمنى من الله المشوار طويل، ما نفكروش في هذه المقابله ونزيدوا للتوضيح فقط، انا ما عندي حتى شي مشكل لا مع جمهور الرجاء ولا اسم فريق الرجاء بكل مكوناته، لا لاعبين ولا اداره ولا جمهور. وقبل المقابله انا حييت اللاعبين والطاقم التقني والجمهور. كنعتز بالفتره اللي قضيتها في فريق الرجاء، لي كل الشرف انني لعبت في فرق كبيره في المغرب، لا الرجاء ولا الجيش ولا الوداد، كلهم كنحترمهم. ثانيا انا التصريح ديالي اولا ما قللتش من الحارس الزنيتي، لكن انا تكلمت بناء على معطيات كتقول ان الحارس الزنيتي في المقابلات الاخيره او في ظرف شهر يعني قام بثلاثه الاخطاء، لا مع موريتانيا ولا مع ليبيا ولا مع الوداد. فانا قلت بالحرف انه يمكن كيمر بمرحله فراغ، كنتمنى انه يغلط معنا، يعني ما قللت منه ولا حتى شي حاجه. وبالعكس انا بعد نهايه المقابله قلت بانه يعني كيبقى حارس كبير ومن احسن الحراس اللي كاينين في المغرب. فهذا واقع، يعني كاين فرق بين واحد انه كيبحث على الفوز وواحد كيهضر باش يكريتيكي وصافي. ثانيا فالحارس الزنيتي يمكن واخا ما عنده الشجاعه، ما كانتش عنده الشجاعه باش يجبدني بالاسم، هذا طبيعي بالنسبه يعني نظرا للشخصيه ديالو، ولكن انا غنجاوبو. انا الدور ديالي في المقابله كان دور تكتيكي، يعني رغم الاسم ديالي والتاريخ ديالي، ولكن حنا فريق الجيش الملكي ما كنلعبوش غير باش نلعبوا صافي، عندنا ادوار مقيدين بها. انا الدور ديالي كان انني نمتص حماس المقابله ونهدأ اللعب ونكسر رتم المقابله. يمكن الحارس الزنيتي ما شافنيش ولكن غيكون حس بيا. وباش نجاوبوا على الرد ديالو ان الفريق الجيش الملكي لعب ب 10 لاعبين، فهو اساء لنفسه قبل ما يسيء ليا واساء للزملاء ديالو، لان باش تلعب ب 10 لاعبين وما تقدرش حتى انك تعادل ماشي تفوز، هذا كيبين القوه ديال فريق الجيش الملكي. باش نرد على التصريحات اللي قال، فبالفعل حنا لعبنا ب 10 لاعبين، لان انا قبل ما ندخل المقابله حسيت ان المقابله تحسمات، دخلت غير باش نحتفل صراحه. وثانيا عندي واحد السؤال لزنيتي، انا كنستغرب، نتمنى انه يجاوبني، كنستغرب كيفاش انك لقيتي الوقت الكافي باش تحسب اللاعبين ديال الجيش اللي العدد ديالهم 11 وما لقيتيش الوقت باش تحبس الكره ديال بالرحمه، الا كان بالرحمه زيد ساعه.